السلام عليكم، عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده عبارة عن هظبط الغرفة بتاعتي معاكم، هتبقى شكلها حلو قوي، وهنشوف كمان الحاجة الحلوة ونعملها مع بعض. ولو الحاجة مش كويسة او شكلها مش حلو مش هنحطها، هبقى خيركم ما بين حاجة تانية. يلا بينا نبدأ. ما تنسوش بقى ان انتوا تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب. يلا بينا نبدأ. اول حاجة عايزة اشوف رأيكم في السرير بتاعي، شكله حلو قوي وكمان عجبني. وكمان ما تنسوش تقولي لي رأيكم في اللمباديرات دي، شكلهم حلو قوي. هخيركم برضو بين دي ودي لان شكلهم حلو قوي. بس انا كرأيي انا حاسة ان هي الخشب دي شكلها احلى من البينك، وحاساها هتليق على الأوضة قوي. يلا بينا بقى نحط الحاجات دي بعيد وارجع لكم ونشوف بقى الحاجات اللي هيبقى مكانها مناسب. جماعة اول حاجة هنبدأ بيها هو السرير ده، هو متعلق في السقف فشكله جميل جدا، وهنغير الوانه تبقى الوان خفيفة ورقيقة. اول حاجة هنكون عايزين اللون الاصفر ده، هنكون عايزين كمان اللون الاخضر. بس كده قولولي رأيكم بقى في الوانه. وكمان عندي الديكور ده شكله حلو قوي، حاسه ان دي هتليق اكتر عند يعني الجهه بتاعه السرير، فممكن احطها هنا. بس قولولي طبعا رايكم، يعني هستفاد برايكم قوي. هنعلق دي هنا كده، بس اهم حاجه يكون شكلها مرتب ويكون شكلها حلو. ممكن نخلي الاضاءه بتاعتها خضراء، بس هي كده لونها جميل قوي. بس يا جماعه من رايي ان احنا نغير الديكوريشن نفسه، يعني يكون كده. قولولي برضو رأيكم فيه، لو ما عجبكوش هغيره. ايوه كده، قولولي بقى رأيكم. هنجيب بقى المكتب ده علشان المذاكرة، هنحطه هنا كده شكله حلو قوي. وكمان هنغير الالوان بتاعته، او ممكن يا جماعة نحطه هنا عشان المساحة طبعا كبيرة، فاحنا عايزين نستغل المساحة. شايفة ان اكتر حاجة ليها يكون هنا، وهنبقى نحط الكرسي هنا، فهنجيب الكرسي برضو نشوف المساحة. بس يا جماعة شكلها مش لطيف، بس هنحطه هنا ونشوف بقى هيبقى شكلها احلى ولا لا. انا حاسة ان هو مش حلو قوي، بس شكله يعني لطيف كده، يعني ممكن يبقى كويس. بس لو كنت اقدر اني ارفع الكرسي كمان شوية فوق كنت هرفعه. بس يا جماعة انا من رأيي ان احنا نتاخر ده خالص يبقى على الطرف، والكرسي هو اللي يبقى هنا. يعني شايفين شكله بقى احلى ازاي؟ نغير بقى الالوان بتاعته. اول حاجة يكون باللون الاصفر، وكمان الكرسي هيتغير الوانه برضو اهو زي الترابيزة بالظبط المكتب. والارض بقى هنغير لونها الابيض كده، الديزاين احلى بكتير. ودي ممكن تبقى صفرة، بس انا حاسة ان مش هتليق صفرة خالص، بس هنحطها. لو ما عجبتكوش قولولي برضو. ودي ممكن نغير لونها للون ده او لون تاني، يعني على حسب. اهو قولولي بقى رأيكم. دي ممكن تكون باللون ده، هتلاقيه اكتر يا جماعة لان فيها اورنج، وكمان احنا عاملين السرير فيه اللون الاورنج. مش عارفة بقى هل اسيب الحيطة دي باللون ده، بس بصوا معايا ايه يا جماعة، شكلها حلو قوي وممكن تغير الشكل. حطيتها هنا، نغير لونها الاصفر. وكمان هنجيب الاضاءة دي ونحطها هنا كده اللي هلاقيكم في مكان المكتب. وهنجيب بقى السجادة دي نحطها هنا عند المكتب، او ممكن نجيبها ونحطها هنا. بصوا يا جماعة شكلها كده مش عجباني، بس هنحطها هنا عند المكتب. ماشي، نغير لونها بقى للون ده، ممكن يبقى كده يعني لايق برضو. وهنغير دي للون ده كده، بقت احسن بكتير. الا ان احنا كمان عايزين الوان فاتحة، وده لونه مظبوط قوي يا جماعة اهو. بس غيرنا الاضاءة بتاعته. هنحط الخشب مؤقتا علشان تكونوا عارفين برضو اي واحدة احلى. وكمان في دي علشان نحط فيها الاقلام والكتب. قولولي بجد المكان ده شكله حلو قوي. الدولاب بقى هنتحط هنا كده، والمراية هتكون جنب الدولاب بحيث ان انا البس واجي اشوف في المراية على طول اهو. وكمان الديكور ده هيبقى مكانه، عايزة اشوف له برضو مكان. بصوا يا جماعة جبت الاضاءة اللي فوق دي حطيتها هنا تبقى قدام المراية على طول. بصوا بقى يا جماعة جبت كمان دول علشان الشوزات بتاعتي، هناخد دي ونحطها هنا كده. بس حاسة ان المكان مش لايق، بس ممكن تفضل هنا مؤقتا. نشيل بقى الاضاءة دي
هنحطه هنا مؤقت، يعني مش هيكون هنا دايما، بس هيكون مؤقت طبعا عشان لو شكله مش كويس، او ممكن احطه في اي مكان تاني فهشوف له مكان وارجع لكم. بصوا يا جماعة، ممكن دي توفر مساحة اكتر، وكمان ممكن شكلها يبقى الطف، فهنحطها هنا، وكمان هنحط جنبها الزرعة دي وننزلها تحت شوية عشان الاضاءة. بس كده نغير الوانها بقى. قولولي بقى يا جماعة رأيكم في المكان. حلو قوي، بس طبعا احنا لسه مخلصناش علشان الدولاب عايزين نغير الوانه، الاطار يبقى باللون ده. قولولي برضو يا جماعة رأيكم في الاخر، ايه رأيكم في شكل الدولاب دي؟ كمان عايزين نغير الالوان بتاعتها. بصوا يا جماعة، انا حاسة ان انا عايزة اغير الاطار اللي تحت اهو. واو يا جماعة، المكان بقى جميل جدا. هنغير بقى لون الارض والحيطة، هيبقى ابيض برضو. كمان دي هتبقى باللون الاخضر. حلو بجد، بس المساحة دي حاساها فاضية قوي، فهجيب حاجات واحطها معاكم. بس الاول نشوف بقى الحيطة دي ونلونها. كمان جبت الحاجات دي، عايزة بقى احطهم. الدبدوب ده هيبقى على السرير، والمنبه هنجيب له طاولة دلوقتي. بصوا بقى يا جماعة، جبت الكومودينو ده شكله جميل قوي. هنغير الوانه بقى بالالوان اللي احنا اتعودنا عليها اهو. بجد يا جماعة الوانه جميلة جدا، بس احنا عايزين الوان متناسقة. قولي بقى رأيكم. هنجيب بقى ده هنا، والمنبه ده او المنبه ده قولولي برضو رأيكم. بس انا هحط ده لاني حاساه لايق اكتر، وقولولي برضو رأيكم. وده هيفضل هنا. قولولي بقى رأيكم في الغرفة كلها. لسه عايزة اشوف مكان للإضاءة دي، فممكن تفضل هنا في مكانها لان برضو يكون فيه إضاءة اكتر. اه يا جماعة كده شكلها جميل قوي. بس كده يلا بقى نبدأ من اول الغرفة. بس كده بقى، ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك والسبسكرايب. بس كده، باي.